صحابي ازيكم الاخبار؟ جايبالكم بقى النهارده احلى صوص كنت بحبه حرفيا من الطفوله، وكان بيتقدم في مطاعم البيتزا وكان خطير. هو الساوث ايلاند صوص او الصوص البيج ماك كمان نقدر نستخدمه. هو حلو جدا وخلص بالظبط في دقيقه، فما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى بينا على الوصفه. كل اللي هنحتاجه هو كاتشب ومايونيز وملح وفلفل وخل وبس كده. لا هنحتاج بقى مخلل ولا نحتاج اي حاجه تاني، ويلا قوموا اعملوه دلوقتي. اول حاجه هوريكم هنا الكميه اللي استخدمت معلقه كبيره من المايونيز، وهستخدم قصادها نص معلقه من الكاتشب. تقدروا تستخدموا كميتين زي بعض، بس انا عشان الكاتشب بيبقى فيه سكر كتير فبقلل منه شويه، وهحطهم كده في الاول. في الاخر لو عايزين اللون بتاعه يبقى بينك قوي تزودوا الكاتشب، لو عايزينه لونه خفيف تزودوا المايونيز وبس. هنحط بقى عليه الملح والفلفل رشه بسيطه من الاتنين، والخل بقى هقول لكم هنا التركه عشان يبقى مظبوط معانا كلنا. هستخدم الغطا علشان يبقى سهل لينا كلنا كمقدار ثابت. مليته على الاخر وحطيته بقى على الخليط وبس كده. مفيش طبعا اسهل بقى من كده، وصوص خطير خلص بالظبط في اقل من دقيقه. حلو جدا، تقدروا تقدموه مع البيتزا او مع البرجر، هيبقى حلو جدا وبجد حاجه كده خطيره ما خدتش وقت خالص. فقولوا لي بقى عايزين الوصفه اللي جايه تكون عباره عن ايه، واعملوا الصوص دلوقتي وقولوا لي رايكم فيه. هستنى رايكم تحت في الكومنت وبس كده. اشوفكم في وصفه تانية جديده، وبالهنا والشفا. باي.